لا لا لا. ها. فبعدين في مسرح، فحد قال لي صاحبي طب ما تيجي نشوفهم بيعملوا ايه، انت مش بتحب التمثيل؟ فرحت اعجبت قوي بيهم. تمثل معانا؟ قلت لهم امثل. فعملت مسرحيه جوه في المسابقه بتاع الجامعات بقى، اسمها انت حر، بتاعت لين الرملي. طبعا. ومثلت، كانت اول مره امثل. فقلت لوالدي انا بعمل كذا، فما ردش عليا. ففوجئت ان هو جه المسرح، كان في مسرح كبير بتاع الشباب والرياضه في سفنكس ده. فوجئت ان هو اتفرج على العرض، وبعدين قال لي حاجه مهمه قوي. والدي راجل عاقل يعني، مش زي حالاتي كده، راجل راسي كده حكيم. قال لي جمله انا مش هنساها لحد النهارده. قال لي الحلم لازم يكون له ايدين ورجلين. فقلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انت لازم تتعلم تمثيل. هو اللي قال لي. وفعلا قدمت في اداب مسرح جامعه حلوان، شعبة تمثيل واخراج، وقبلت. وانت لسه في معهد العالي لا سياحة خلاص، كنت كنت خلصت. آه. انا اصلا يعني اخر سنه دي في اخرها عملت ده وكنت خلاص. تاني سنه على طول سنه 97 دخلت الكليه، وبدات الرحله من هنا بقى تتوالى، والاحتراف وكده يعني. بدأ من هنا. ان هو بصدفه، بس هو جوايا، بس انا مش عارف اترجم ده لحد ما جت الصدفه دي، وبعدين بس ده اللي حصل.